السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم معنا طريقة جديدة لعمل نسخ من أي برنامج من نريده، إن كان واتساب أو فيسبوك أو فايبر أو أي برنامج من نريده إحنا على جهازنا الأندرويد. في كثير برامج، بس أنا اخترت لكم 5 برامج من أفضل 5 برامج لعمل نسخة لأي برنامج من نريده على جهازنا الأندرويد. نفتح أول برنامج عشان ما نتأخر عليكم ويكون الفيديو طويل. هون بعد ما فتنا أول برنامج قدر بنحط عليها. بعدين هون بنشوف انه في عنا واتساب وانستغرام وفيسبوك. طبعا نحط على الاضافة هون، بنشوف اي برنامج بدنا ننسخه بدون اي مشاكل. يعني لو رحنا على واتساب عملنا له نسخة، ننتظر ثواني ليتم طبعا اكمال الخط للاخر، بس بننتظر ثواني راح يعمل لنا نسخة ثانية من برنامج الواتساب. طبعا بهذه الطريقة ممكن تفعل كمان أي برنامج بتريده، يعني واتساب أو فايبر أو أي شيء مثل ما حكيناكم بأول الفيديو. راح أترك لكم روابط هاي 5 برامج تحت الفيديو بصندوق الوصف، فيك تحملهن من تحت هذا الفيديو. هون بعد ما اكتمل بنحط له تالي كأننا بنثبت من رابط خارجي. نرجع للقائمة، بنشوف هنا ننتظر بس ثواني انه ما في واتساب. هون راح يظهر لنا الواتساب اللي نزلناه حاليا. طبعا النسخة موجودة عندي، اللي هي النسخة هاي، والنسخة الثانية اللي هي النسخة هاي كمان. يعني هلا نزلت عندنا. نحط الموافقة والمتابعة ونحط الرقم ونشتغل على البرنامج. وطبعا فيك تنسخ اي برنامج بدك اياه. لو رحنا رجعنا للبرنامج الثاني، طبعا رحنا اخترنا البرنامج الثاني. هون راح ينسخ لنا هاي البرامج. لو رحنا نسخنا، طبعا اذا بدنا نضيف احنا ضايفين واتساب هون، بنعمل له ديليت او مسح، نحط له اضافة. طبعا هون بنضيف اي برنامج بدنا اياه. لو فرض يعني برنامج اون اوف اللي هو صانع الرقم الامريكي. مثل ما بتشوف عم بيكتمل البرنامج وصار عنا موجود. لو رجعنا بنشوف انه صار برنامج ثاني. برنامج الثالث هون ابدأ الاستخدام. ننتظر بس ثواني، نعطيه على الإضافة، نروح نختار أي برنامج أو بنحط المزيد. هون فيك تضيف أي برنامج. ممكن نضيف تليجرام، صار عندنا موجود تليجرام. لو رجعنا كمان بدنا نضيف واتساب، كمان ضفنا واتساب، ممكن يشتغلوا عليهم كل هاي البرامج. طبعا البرنامج الرابع بنحط له هون ستارت، بعدين نحط له إضافة، وبنروح نضيف لو ضفنا لعبة سيبوي. طبعا بنشوف لعبة سيبوي. لو رحنا ضفنا سبيد تيست، نشوف انه صار عندنا موجودات ممكن نفتحهن ونشتغل عليهن. البرنامج الخامس والاخير نروح للجنب، بعدين نضغط جرب الان. هون بنحط له استمر بوجود الاعلانات، يعني خليها بدون اعلانات، بدون منزل اعلانات. ممكن نحط واتساب، نحط له تشغيل، او بنحط المزيد. نضيف هون اي برنامج. لو ضفنا كروم اضافة، هون كمان نحط له تشغيل. ممكن نحط على الواتساب تشغيل، نعلم عليه ونحط له تشغيل.
طبعا هون ضاف لنا الواتساب، وممكن نروح نضيف نرجع اي شيء بدنا اياه مثل انستغرام او فايبر. مثل ما بنشوف ضاف لنا برنامج فايبر وبرنامج واتساب. يعني البرامج هاي حلوة كثير وممكن تستفاد منها، تنزل اكثر من نسخة للواتساب او فايبر او اي برنامج تريده على جهازك الاندرويد. بتمنى يكون عجبكم الشرح ويكون الفيديو عجبكم. طبعا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو، الاشتراك في القناة، زيارة صفحتنا على الفيسبوك وتنزيل تطبيق القناة. كل هاي الأشياء بتهمني وبتدعمني وبنكون مستمرين معكم إن شاء الله للأمام. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.